تخيل معايا لو السيرة الذاتية هي بيت، انت هتبني ايه الاول؟ حيطة ولا باب ولا هتحط اللوحة الفنية على الحيطة؟ معظم الناس بيكتبوا سيرتهم الذاتية زي اللي بيبني بيت، بس بالعكس. يعني ان هم بيهتموا بالتزيين بتاع البيت، مش بيهتموا بان انا ابني البيت اصلا، ولا الاساسات ولا كل ده. طيب، النهاردة هقولك ازاي تبني سيرة ذاتية خطوة بخطوة، بأساس قوي وديكورات تبهر الETS، وطبعا مدير التوظيف او مسؤول الHR. طب ايه هي المعلومات الاساسيه اللي لازم اكتبها، وايه المعلومات اللي مش ضروريه ومش مهم ان انا اكتبها؟ طبعا المعلومات الضروريه ان انا اكتبها، وازاي اكتبها بطريقه صح، وايه الاخطاء هنعرفها كل دي دلوقتي. المعلومات الشخصيه، ايه المعلومات اللي لازم اكتبها؟ الاسم بالكامل، البريد الالكتروني، رقم الهاتف، المدينه او الدوله. طيب طبعا لينكد ان اختياري لو انا شخص متفاعل، لو انا عندي حساب على لينكد ان وناشر عليه شغلي اول باول، وانا شخص عندي حساب يعني اساسي، مش مجرد ان انا بعمل الحساب على لينكد ان علشان اضيفه، فتمام بنضيف حساب لينكد ان. لو انا مش عندي حساب ومش متفاعل ومش ناشر عليه اللي هو يعني شغلي اول باول، فمش ضروري ان انا اضيف حساب لينكد ان او اضيف اللينك بتاع حساب لينكد ان. تمام. طب ايه المعلومات اللي مش ضروريه ان انا اكتبها؟ مش ضروريه ابدا ان انا اكتبها، ومش هتفيد ولا مسؤول الHR ولا ولا الETS في حاجه. ان انا تاريخ الميلاد، الحاله الاجتماعيه، الجنسيه، الصوره الشخصيه، عنوان الشارع بالكامل، انا ساكن في شارع كذا، في عماره كذا، وكل الكلام ده في الدور الكذا، مش مهم خالص. طيب، هنشوف مع بعض امثله لكتابه البيانات بشكل صح وبشكل خاطئ. مثلا اول مثال، الشخص اسمه مثلا محمد حسن، فمحمد حسن، وطبعا الشرطة اللي هي الرئيسية بتفصل، يعني انا مش هحط ايقونات. والرياض، ساكن في الرياض، ومحمد حسن @gmail.com، وشرطة برضو رئيسية، و رقم الهاتف بتاعه. ملخص المهني، البيرسونال سامري. طب ايه اللي نكتبه في البيرسونال سامري وايه اللي ما نكتبوش؟ طبعا المفروض ان احنا بنكتب انت مين، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة. طب سنوات الخبرة دي كانت في ايه بالظبط؟ اهم انجاز او مهارة انت عملتها. طبعا ده بيكون بلغة واضحة وقوية وكلمات قوية. زي ايه مثلا؟ انا محاسب بخبرة 4 سنوات في تحليل البيانات المالية وتقديم التقارير الدقيقة. أنا كده كتبت أنا مين، أنا محاسب، الخبرة، سنوات الخبرة 4 سنوات. طب سنوات الخبرة دي كانت في ايه بالظبط؟ كانت في تحليل البيانات المالية وتقديم التقارير الدقيقة. او انا مثلا اخصائي تسويق رقمي، ممكن اكتب اخصائية تسويق رقمي تدير حملات على جوجل وانستجرام وتزويد المبيعات بنسبة 30%. انا كده كتبت انا مين، و ايه اللي عملته بالظبط، او انا شغال في ايه بالظبط. او انا مثلا اخصائي خدمة عملاء يتقن حل المشاكل بسرعة وتحقيق رضا العميل بنسبة 95%. يبقى انا كده استفدت ايه؟ استفدت ان انا بكتب الخبرات ازاي، او بكتب الملخص المهني. ان انا بكتب، اسأل نفسي انا مين، وعندي كام سنة خبرة، والخبرة دي في ايه بالظبط، وايه هي اهم انجاز او مهارة انا عملتها. يا ترى ايه الاهم، المهارات الشخصية ولا المهارات التقنية؟ طبعا المهارات التقنية بالنسبة للETS، فالمهارات التقنية هي الاهم، لان هي بتكون مترابطة بالاعلان بتاع الوظيفة. تمام. وبتتكرر في الوصف الخاص بالوظيفة. تمام. لكن المهارات الشخصية مهمة بالنسبة لموظف الHR، لكن مش أي مهارات ينفع إن هي تكون مهارات شخصية، أو أكون أنا كاتبها بالشكل الصح. إزاي؟ لازم إن أنا أكتبها بشكل ذكي، وتكون جزء من الخبرة أو الإنجاز، مش مجرد كلام كل الناس بتكتبه. إزاي يعني؟ يعني مثلا كلمة أنا أجيد العمل تحت ضغط. تمام. أنا لو كتبت كلمة أجيد العمل تحت ضغط من ضمن المهارات الشخصية، فانا كده ايه، هي غير مفيده لا بالنسبه للETS ولا حتى لموظف الHR، لان دي جمله عامه كل الناس بتكتبها، مفيش ليها دليل او سياق يثبت ان انا فعلا كنت شغال تحت ضغط. تمام. طيب، ايه الصح ان انا اكتبها ازاي؟ ان انا اكتب مثلا ان انا ادرت فريق مبيعات في موسم العيد تحت ضغط شديد، وحققنا 120% من الهدف خلال اسبوع.
انا كده اشتغلت فعلا تحت ضغط، وكتبت له يعني الشغل انا اشتغلت فعلا تحت ضغط، وكتبت كمان يعني نسبة النجاح اللي انا حققتها. يبقى انا ايه، لان هو بيحب النسب، ان انا ايه اكتب الشيء، واكتب مثلا زودت المبيعات، زودت الارباح كده بنسبة كذا، يبقى بتكون ايه واقعية وملموسة اكتر من ان انا اكتب اي كلام وخلاص. تمام. طيب المهارات التقنية دي اللي هي مهمة بالنسبة للاي تي اس اكتبها ازاي؟ دي اللي بتكون موجودة في الاعلان بتاع الوظيفة، زي مثلا ان هم محتاجين حد يكون مختص مثلا في الاي سي دي ال، او مثلا في المايكروسوفت اكسل. تمام. طيب فانا بكتب المهارات اللي عندي واللي موجوده في اعلان الوظيفه، زي مثلا مايكروسوفت اكسل، الاس اي او رايتنج، جوجل ادز، اداره حملات جوجل ادز، تصميم باستخدام فوتوشوب، تحليل بيانات باستخدام باور بي اي. تمام. فهي دي مثلا المهارات التقنيه. طيب المهارات الشخصيه دي اكتبها ازاي؟ علشان اكتب المهارات الشخصيه لازم اكتبها باسلوب ذكي. ازاي يعني؟ انا ما اكتبش مثلا العمل تحت ضغط، قلنا ان انا ايه، ولا اجيد العمل تحت ضغط. الصح ان انا اكتب ايه، اتممت مثلا 3 مشاريع في وقت قياسي رغم ضغط المواعيد النهائيه. ما ينفعش اكتب التعاون والعمل الجماعي او احب العمل في فريق، ما ينفعش اكتب كده. اكتب ايه، اكتب تعاونت مثلا مع 5 فرق مختلفة لانجاز حملة ناجحة، تجاوزت الهدف بنسبة كام، 30%، لان هو بيحب النسب. دي نتائج ملموسة بالنسبة له، بالنسبة لنظام الاي تي اس. تمام. وكمان لموظف الاتش ار. طيب مهارات التواصل، ما ينفعش ان انا اكتب ان انا عندي مهارات تواصل او لدي مهارات تواصل ممتازة. ايه الصح؟ الصح ان انا اكتب ان انا قدمت مثلا 20 عرض تقديمي للعملاء، ونجحت في كسب عقود عمل، عقود جديدة. تمام. يبقى دي كده انا اثبتت ان انا فعلا عندي مهارات تواصل قوية، في ان انا قدمت اكتر من عرض تقديمي. تمام. اكتر من باوربوينت وكده ومش بس في عمل باوربوينت، وكمان في شرح الباوربوينت ده واقناع العملاء ان هم يكونوا عملاء بالنسبة للشركة او المكان اللي انا شغال فيه. يبقى انا فعلا انا عندي مهارات تواصل قوية. ما ينفعش اكتب ان انا عندي مثلا تنظيم وادارة وقت، او انا انظم وقتي جيدا. لا، امال الصح رتبت جدول المهام لفريق من 10 افراد، وزودنا الانتاجية بنسبة 40%. يبقى انا كده فعلا انا بنظم وقتي، او كمان ده مش وقتي، ده وقت الفريق يعني كويس. طيب ما ينفعش ان انا اكتب التعلم السريع، او انا شخص بتعلم بسرعة. تمام. الصح ان انا استخدم ان انا اكتب ايه، ان انا مثلا تعلمت استخدام السي ار ام جديد مثلا في اسبوع، وطورت قاعدة بيانات العملاء. ان انا مثلا اتعلمت حاجة في مدة معينة، وباستخدام الحاجة دي طورت كذا. تمام. طيب يبقى انا كده ايه، انا كده فعلا باجيد ان انا العمل بسرعة، وانا فعلا بتعلم بسرعة، احسن من اكتب التعلم السريع. مهارات اوعى تكتبها لوحدها. ايه هي المهارات دي؟ زي ايه؟ العمل تحت ضغط، الطموح، الالتزام بالمواعيد، القيادة، التفكير خارج الصندوق. ليه؟ لان دي اسمها صفة مش مهارة، دي اسمها صفات. المهارة يبقى ليها نتائج واقعية ملموسة، نتائج انا فعلا بشوفها. انا مثلا حققت ده بنسبة كذا، نجحت بنسبة كذا، في كان ارباح بنسبة كذا، حلت مشاكل بنسبة كذا. انا في فعلا حاجات انا شايفها بعيني، في نتائج للكلام ده. لكن الصفة دي بتكون معنوية، والكلام ده اسمه صفة مش مهارة. طيب ازاي ان احنا نكتب المهارات دي ونحولها لصفات؟ ازاي نكتب نحول الصفات دي لمهارات؟ تعالوا نشوف مع بعض. لكتابة البيانات الشخصية بشكل خطأ. أول مثال إن الشخص مثلا كاتب اسمي أحمد محمد، العنوان شارع الثورة، عمارة 8، الطابق الرابع، بجوار كشك عم عادل، القاهرة. كاتب وصف دقيق. طبعا مش طبعا ده غلط خالص. الحالة الاجتماعية متزوج، تاريخ الميلاد 15/2/1990، الجنسية مصري. وطبعا ضايف الصورة الشخصية بتاعته. طبعا ده غلط كبير جدا. التفاصيل دي كلها ملهاش اي لازمة، ومش بتهم نظام الاي تي اس. بالعكس، لان الاي تي اس مش بيهتم غير بحاجات معينة، زي مثلا الكلمات المفتاحية، الكلمات المفتاحية والافعال الوظيفية. غير كده كل الحاجات دي ممكن تلخبط اصلا نظام الاي تي اس، مش هتفيدك في حاجة، وبرضه مش هتفيد مسؤول التوظيف في حاجة. طيب ايه تاني؟
مثال تاني على كتابة البيانات بشكل خاطئ، إن مثلا كاتب أحمد وكوما ايجيبت كوما سنجل، وبعد كده كاتب الرقم بتاعه، وبعد كده كوما بورن 1990، وكاتب لاف فوتبول. طبعا ده غلط خالص. التنسيق مفيش تنسيق اصلا. تمام. الشكل والكتابة مش احترافية، وكمان معلومات الشخصية مش في معلومات مش مطلوبة، زي مثلا ان هو كاتب ان انا بورن مولود في سنة كذا، وان انا مثلا هواياتي انا بحب مثلا كرة القدم، وسنجل. انا كل ده مش مطلوب عندي. يعني هو مثلا لو كان كتب الاسم مثلا ثنائي او ثلاثي يكون افضل، والمكان اللي هو عايش فيه مثلا، والرقم كان هيكون افضل من هو كل الكلام ده. وطبعا احنا بنحط زي شرطة كده رئيسية مش كومة. طيب مثال كمان خطأ، ان انا استخدم اسم شهرة، زي مثلا واحد كاتب مثلا شيكو، مثلا ممكن يكون اسمه شهاب او حاجة، فكاتب مثلا الاسم، وكاتب اسم الشهرة بتاعه مش الاسم بتاعه. يعني مثلا كاتب شيكو الجامد، وكاتب عنوان لينكد ان بتاعه. طبعا مستخدم اسم شهرة، ده بيدي انطباع غير مهني، ان انت شخص مش اللي هو مش محترف، وان انت شخص بتهزر يعني حرفيا. طيب مثال كمان، ان انا اكتب رقم الهاتف مش صح، ان انا مثلا اكتب له انسى مثلا ارقام. تمام. كاتب رقم الهاتف مش صح برضو. فهو كده يعني حتى لو انت مثلا تم قبولك مش هيقدروا ان هم يتواصلوا معاك، لان رقم الهاتف مش صح. طيب مثال كمان، ان انا بذكر عنوان البيت بشكل تفصيلي، زي المثال اللي خدناه قبل كده. كاتب مثلا 5 شارع النيل الدور التاني، وكاتب بجوار كافيه المدينة المعادي القاهرة مصر. طيب، فكل دي تفاصيل مش مهمة في كتابة مين، في كتابة السيرة الذاتية او في كتابة المعلومات الشخصية عموما. طيب امثلة على كتابة البريد الالكتروني الايميل بشكل خاطئ، ان مثلا ان انا مثلا كاتب كيوت بوي، وكاتب زي علامة كده أفقية أو شرطة أفقية 94 @hotmail.com. برضو طبعا ده غلط. أو برنسس شرطة أفقية ميم @yahoo.com، برضو غلط. أو كريزي كات lover @gmail.com، برضو غلط. ان انا مش بكتب اسم شهرة او زي اميرة بحجابي وكل الكلام ده، انا بكتب اسمي بس. يعني البريد الالكتروني بيكون عبارة عن اسمي او اسم ثنائي @gmail.com. مفيش مش بيكون لا اسم شهرة ولا اي اسم نضيفه غير اسمي بس. هو ده الايميل الصح. طيب برضو ان انا اكتب ايميل، الايميل بتاعي يكون طويل ومعقد، زي مثلا كاتب احمد محمد ابراهيم عبد الله 2023 سي في جوب ايجيبت @outlook.com. الايميل طويل، يعني الاسم رباعي، وكمان 2023 سي في جوب ايجيبت @outlook.com. طبعا صعب جدا في القراءة وفي الحفظ، وان هو يتكتب او ان هو ان انت تكتبه او اصلا يتكتب او يتنقل غلط في الكتابة والنقل، يعني غلط. طيب تمام. ايه تاني، ان انا اكتب ايميل باسم حد تاني. يعني أنا مثلا انا شخص مثلا اسمي مثلا محمد، والسي في اللي مكتوب الايميل باسم فاطمة دوت dev@gmail.com. طبعا هنا في تضارب في الهوية، ده بيقلل المصداقية. يعني ازاي ان انا شخص مثلا وكاتبه باسم شخص تاني، برضو ده غلط خالص. ان انا اكون عامله، او حتى ممكن ان انا اكون عامله مثلا باسمي. يعني طبعا انا السي في باسمي ويكون الايميل باسم شهرة مثلا، فبرضه ده غلط. او اسمي او الايميل مش بتاعي، انا مش عامل ايميل بس المفروض ان الحق ان انا اقدم على الوظيفة، فباخد اي ايميل وخلاص واضيفه، فطبعا ده غلط. تمام. ايه تاني، ان انا استخدم ايميل تابع لشركة. يعني ايه، يعني انا نستخدم ايميل انا مثلا شخص شغال في مكان، وده الايميل المعروف ان انا بستخدم الايميل الخاص بيا في شركة معينة، وانا استخدم الايميل ده. طبعا يعني مثلا محمد @company name .com. طبعا
اسم الشركة يعني وكده. طيب فده ايميل العمل مش احترافي، مش احترافي ان انا في التقديم. طيب فده بيظهر ان أنا عندي مفيش فصل بين حياتي المهنية والشخصية. تمام، يبقى انا عندي الايميل لازم يكون ايميل شخصي، ما يكونش ايميل بتاع حد تاني، ما يكونش باسم شهرة، ما يكونش ان هو ايميل تابع لشركة معينة او مكان معين. طيب ان انا اكتب الايميل يكون ناقص او في اخطاء، يعني مثلا احمد.جميل.com طبعا غلط، او احمد@جميل.com في اخطاء. تمام. طب سواء كانت الاخطاء دي اخطاء املائية او في التنسيق برضو غلط. تمام. طيب نصيحة لما نيجي ان احنا نختار الايميل ان هو يكون ايميل بسيط. زي ايه؟ ان انا ممكن ان انا اكتب بس الاسم والاسم واسم الاب مثلا، او الاسم وتاريخ الميلاد وخلاص. تمام. مثال مثلا كاتب ام احمد مثلا، ممكن يكون اسمه محمد احمد مثلا، فام احمد 1990 @gmail.com، او احمد ام صلاح @outlook.com. تمام. لا اسم شهرة ولا اسم شخص تاني مش موجود وانا اخدت الايميل بتاعه، ولا اسم ايميل تابع لشركة معينة.